الأخ يسأل سؤالا دقيقا، يقول الآن عندنا أحاديث، هذا يقول العالم هذا حديث صحيح، هذا يقول هذا حديث ضعيف، هل نأخذ بقول جمهور العلماء في التصحيح والتضعيف أم نأخذ بقول بعض العلماء أو بعض المحدثين في هذا الموضوع؟ ما العمل؟ نقول العمل يختلف باختلافك أنت يا طالب العلم، وبنظر إلى قدراتك وما تتميز به من معارف وعلوم. إذا كنت ذا علم ومعرفة تستطيع من خلالها النظر في أقوال العلماء، سواء الجمهور أو من خالف الجمهور، سواء هذا العالم أو من خالفه من عالم مثله، لتعرف حجة هذا وحجة ذاك وتتبنى القول عن حجة وبصيرة، فحينئذ لا عليك أن توافق الجمهور أو أن تخالف الجمهور، لا عليك أن توافق هذا العالم أو أن تخالف ذلك العالم، لأنك تنطلق من أصل علمي بعيدا عن التقليد وبعيدا عن العصبية والحزبية وما أشبه. لكن إذا كنت لا تعلم ماذا نقول؟ نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تتبع قول من تثق بعلمه ودينه أكثر من أهل العلم. ولا فرق في هذه المسائل بين مسألة حديث صحيح أو ضعيف أو مسألة هذا حلال أو هذا حرام، كله باب واحد، باب اجتهادي يخرج من أهل العلم المتخصصين في علم الحديث أو في علم الفقه أو في غيره من العلوم. يعني الآن معادلة كيميائية أو فيزيائية أو أي مسألة فقهية علمية، إذا كنت عالم لغة هل تستطيع أن تحكم بين الحنفية والشافعية في مسألة من المسائل الخلافية بينهما؟ فاقد الشيء لا يعطيه. طيب لو كنت عالما فقيها هل تستطيع أن تحكم بين اللغويين الكوفيين والبصريين في خلافهم في مسائل النحو؟ الجواب لا، إلا إذا كنت ذا علم وبصيرة في هذا الباب من أبواب العلم. وهكذا في سائر العلوم. لذلك العلماء يقولون كلمة رائعة جدا، يقولون العامي مقلد في كل شيء إلا أنه مجتهد في شيء واحد وهو اختيار مفتيه. اختيار مفتيه. فأنت كذلك الحال فيما أنت فيه من علم الحديث والبحث الحديثي، إذا ترجح عندك أن هذا العالم هو الأقوى والأقدر فتتبعه، إذا كان ثمة إثم أو خلل فعليه لا عليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أفتي فتيا غير ثبت فإثمه على من أفتاه. والله تعالى أعلى وأعلم. شيخنا مسألة نعم. مهمة. كان واقع الحال يقول أن طلاب العلم يقلدون في الحديث وخاصة في تقليد الإمام الألباني أكثر من تقليدهم في مسائل الفقه، يبحثون وينقبون، لكن في الحديث يعني كأن واقع حالهم أنهم مقلدة، إلا من طبعا شيخنا من اجتهد على نفسه. والسبب في ذلك عدم إدراكهم لعلم مصطلح الحديث، لأن أي عالم من علماء الحديث، انظر الحافظ بن حجر، انظر الإمام الدارقطني، انظر الإمام الزيلعي، انظر الإمام المزي، هؤلاء يقولون رواه فلان وعلقه فلان وأعله فلان، فلان صدوق، فلان شاذ، فلان دلس، فلان صرح بالتحديث. إذا لم يعرف دقائق هذا العلم لن يعرف الدخول إليه، وبالتالي من باب أولى أنه لن يعرف الخروج منه. أما إذا كانت عنده أرضية علمية قوية في هذا الباب، حينئذ لا فرق بين الترجيح والنظر في مسألة فقهية أو بين الترجيح والنظر في مسألة حديثية أو غير ذلك من المسائل. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.